شهدت الساحات المحيطة بالحرم المكي انتشار حشرات صراصير الليل أو الجنادب السود، وهو ما أثار استغراب وفضول الكثيرين لمعرفة سبب ذلك، في حين أوضحت أمانة مدينة مكة المكرمة أنها سخرت كل الإمكانيات اللازمة للقضاء عليها. ونشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد هائل من الصراصير التي ظهرت في بعض الساحات والجدران، كما نشروا صورا برقم مكافحة الحشرات وهي ترشها بالمبيدات. وقالت أمانة العاصمة المقدسة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر إنها خصصت 22 فرقة متخصصة للقضاء على هذه الحشرات، تضم 138 فردا و111 جهاز مكافحة، حيث تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة به. وذكرت تقارير إعلامية ومغردون أن هذه الحشرات اجتاحت بكميات كبيرة بعض المدارس في مكة المكرمة وتسببت في وقف الدراسة فيها. المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي